صباح الفل مساء الفل من اي مكان وفي اي زمان. منورين يا جماعه. قعدتنا القعده النهارده حلوه، القعده رايقه، القعده جميله. طبعا عارفين ليه؟ عشان ريال مدريد بقى. ريال مدريد كسب عكس السنه اللي فاتت، بس الطبيعي ان كده ريال مدريد هو اللي يكسب. هنتكلم النهارده على ماتشات، على الماتش الكلاسيكو، هنتكلم برضه على المفاجآت الكتير اللي حصلت في الدوري الانجليزي، وهنتكلم على الماتشات اللي جايه في الشامبيونز ليج. معاكم رضوان ماركو وحبيب. ايه يا جماعه عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ النهارده القعده جميله ورايقه. لا البال رايق فعلا. ايه؟ الدنيا حلوه. وباشا ده الطبيعي، مش مهم اللي حصل السنه اللي فاتت يعني عكس يعني مالناش دعوه باللي حصل السنه اللي فاتت. دعكنا 16 ماتش السنه اللي فاتت. السنه اللي قبلها كسبنا 5 ماتشات، مش مشكله. صح. ايه احساسك ايه ده؟ مبسوطين طايرين بالسعاده؟ بص والله هكون صريح معاك، يعني على قد ما انا مبسوط، في برضو حاجه مزعلاني كده. كان المفروض نكسب اكتر. طبعا مش طمع، لا طبعا مش طمع والله طبعا. يعني انا في الشوط الاول انا اطلع 3-4 مستريح بجد. الشوط اطلع يعني انا انا مبسوط جدا كده مبسوط ان انت خلاص بقى، وده الطبيعي فعلا. انا اكسب برشلونه عادي يعني هي تكسبني وانا اكسبها، انما ما اقعدش الاربعه اجيب الطبيعي ده. والله ده الطبيعي، مالكش دعوه باللي حصل السنه اللي فاتت. لا هو الفكره عشان انت طالع من السيزون اللي فات بمدرب جديد، فمش الطبيعي ان انت تكسب سكور، بس انت تحمد ربنا يعني. لا يعني هنتكلم بقى على الماتش بجد. انا مبسوط من تشابي الونسو، مبسوط من اللعيبه، وفي كذا لاعب كده عايز اتكلم عليهم يعني. بس انا مبسوط من تشابي الونسو ان هو عمل الصح في الماتش. انا شايف ان انت يعني عمل حاجه برضو انا ما كنتش متوقعها. دلوقتي الثلاثه بتاع خط النص، اردا جولر لو خدت بالك كان هو اللي لما الكره تبقى مش معانا كان بيعمل ايه؟ كان بيرجع هو 6 صح، وتلاقي كامافينجا يمين صح، وتشاوميني شمال. دي حاجه انا ما ده شغل مدرب. كامافينجا عمل تحولات مش طبيعيه. يعني كامافينجا مره يلعب 6 مره 8، وفي نفس الوقت اغلبيتهم شكل بيلعب وينج يمين. ايوه عايز اقول لك هو حتى نزل تويتر قال لك بوزيشن جديد. خلاص انا فتحت بوزيشن جديد باسمي، وينج يمين بعد الماتش. ده كامافينجا لا عمل ماتش حلو جدا. وتشاوميني الصراحه وميليتاو، مع ان انا ما كنتش بحب ميليتاو الفتره اللي فاتت. بتكلم على ميليتاو ده. لا ميليتاو عمل ماتش لازم ياخد حقه بصراحه. اللعيبه بص، اللعيبه كانت فايقه يعني. اللعيبه فعلا بتاعتك كانت فايقه في الماتش. اللعيبه كلها الصراحه بالنسبه لي اللعيبه كلها كانت كويسه. زي ما قلت لك هم الثلاثه دول، وفينيسيوس طبعا انا شايف ما كانش ينفع يطلع في امبابي الاساس. لا امبابي خد بالك ساعتها كان الدوري الانجليزي شغال، فانا كنت بقلب على الماتش كل شهر دول. يعني برده ما اتفرجتش على الماتش بنسبه 100%. كنت كان في واحد اسمه كريستيانو فان ديفين بيجيب اجوان كتير في ساعتها، فكنت بقلب كتير عشان كان عندي في فانتزي. الصراحه امبابي كل ما اقلب له جايب جون حلو وارجع الاقيه اتلغى بعد كده. انا ما بس الصراحه جامد يعني. لا اللعيبه كانت فايقه، اللعيبه عملت ماتش رجولي. اللعيبه كانت في مستواها، واكيد برضو الحوارات اللي حصلت قبل الماتش دي سخنتهم. حوارات العيل اللي اسمه لامين يامال ده، فاهم؟ العيل مع اني بحب لعبه الصراحه، هو لعيب شاب في العالم. لا هو جامد في الكوره الصراحه. بس دي برضو سخنت الدنيا شويه، فخلت اللعيبه يعني انا شايف اللعيبه دي فرقت قوي. فينيسيوس برضو عمل ماتش الشوط الاول. فينيسيوس كان اهم لاعب من الشوط الاول. بس انت شايف انه ما يخرجش؟ كانش يخرج 100% ما يخرجش 100% ما يخرجش. انا مختلف معاك. لا انا شايف 100% هو خرج امتى؟ الدقيقه 72 او حاجه كده يعني. 100% ليه ما يخرجش طيب؟ لان هو الوحيد اللي فايق في الثلاثه اللي قدام. لا امبابي لا بره عن بيلينغهام في الاثنين. لا فينيسيوس كان فايق بالنسبه لي اكتر من امبابي. بس امبابي فينيشر احسن منه مليون ماشي بس انا الماتش ده ما كنت انا يا ابني يعني الجول الثاني اللي دخل ده ما عمره ما كان هيدخل لو فينيسيوس مش موجود. اي حد غير فينيسيوس هو شايف كوندي دخل عليه وبتاع، لا كان ممكن يرجعها بس ورا. هو صمم انه يروح ويرقص ويعرض. ده الشوط الاولاني. انت كام الشوط الاولاني؟ ايوه انا بتكلم. ما انا طلعته لسه في اول الشوط الثاني. انت عندك ماشي، انت عندك رودريجو خلي بالك قاعد بره. رودريجو ده هينزل مكان مين؟ خلاص طب ما انت طلعت، طب ما انت نزلت دياز. كنت تنزل رودريجو بدل دياز. هو عايز الاثنين في الملعب، هو مش عايز واحد بس، وعايز الاثنين عادي. كان ممكن يطلع امبابي، ما عنديش مشكله. لا يعني امبابي يطلع وفينيسيوس يفضل. بص انا فينيسيوس امبارح كان فايق. ايوه هو كان فايق حاجه، بس هو فينيسيوس من اول السنه وهو مش هو. بس لا اخر 3 ماتشات فينيسيوس على فكره عمل ماتشات جامده جدا. ايوه هو مش وانا حسيت ان امبابي هو كان امبابي توب بالنسبه لي طبعا. بس امبابي بعد ضربه الجزاء حسيته شويه، مع انه لما فينيسيوس طلع هو اللي عمل بس هيجيب لك جون من نص فرصه زي الجون الاولاني اللي حسب الاوفسايد بتاعه. الكره جات له بالغلطه. جات له بالغلطه ودى في الجون على طول. بس لا فينيسيوس طبعا اللي عمله غلط 100%. فينيسيوس اللي عمله غلط 100% هو طالع. بس لا وفي حاجه ثانيه بصراحه عملها ما عجبتنيش خالص. هو عمل ايه يا جدعان؟ بس خلوني معاكم لان انا زي ما قلت لك بعد الماتش. لا اول طبعا ما انا شفت الملخص والماتش يعني كنت في ماتشين شغالين في الدوري الانجليزي، فانا بقلب هنا وهنا يعني. من الاساس بالنسبه لي كان الدوري الانجليزي برضو مش عارف برضو الوقت كان 6 وربع دي. معلش قطعت غريبه. بيلينغهام ايه رايك؟ انا سمعت ان هو عمل ماتش حلو يعني. انا شفت الجون بتاعه بس الجون عادي. سيبك من الجون،
شفت الجول الاولاني اسيست بره عن الباص، انت شفت فتح يد المساحه لنفسه ازاي لا طب في حته بس فينيسيوس انت كنت بتتكلم فيها، ما تقول لي كده التشكيل بتاع ريال مدريد عشان اعرف فينيسيوس لما طلع ونزل مكانه رودريجو. هو ريال مدريد بدا بكورتوا، كاريراس شمال، هويسن، ميليتاو فالفيردي 4-2 تشاوميني وكامافينجا وفينيسيوس وجولر وقدام بيلينجهام بيلينجهام تحت جولر كده واخد طرف بس هو ما كانش بيلعب. جولر كان واخد طرف بس عشان كده بقول لك دي الميزه، هو كان بيلعبوا طرف، هي دي الفكره. ده الذكاء، وكان بيخلي كامافينجا هو اللي بيطلع على الوينج، يعني يخلي كامافينجا ناحيه اليمين وبيخلي تشاوميني ناحيه الشمال لما الكوره ما تبقاش معانا. لما الكوره تبقى معانا بيروح مخلي تشاوميني ناحيه الشمال وكامافينجا في النص واردا جولر يمين. تمام. طب ما على فكره رودريجو كان ممكن ينزل في الحته دي يلعبها هو. لا هو الماتش انا كنت شايف انه تمام، بس جه الشوط الاولاني جه بعد الشوط طبعا اردا جولر غلط الغلطه اللي دخلت فينا الجول دي، وجه الشوط الثاني راح منزل بقى ايه مكان اردا جولر ابراهيم دياز. عايز ينزل بقى رودريجو، نزله مكان مين؟ فينيسيوس. هو ده كان صعب يطلع بلينجهام، المكان كان فايق جدا بالظبط. مبروك ومبابي ما يطلعش لا الملعب حتى لو برجل يعني واحده ما يطلعش. وفي برضه حاجه عايز اقولها، ده عشان لاعب انا اكتر لاعب اندر ريتد بالنسبه لي، وده فالفيردي. انا مش عايز اقول حاجه عنه غير انا بحبه جدا. لا فالفيردي معروف من احسن اللعيبه. لا انا بحبه معروف فالفيردي ده بجد بحبه يعني. طب انا في نقطه ثانيه، انت قلت على فينيسيوس ما كانش ينفع يعمل اللي عمله. هو بس سريعا، هو اول ما عرف ان يعني لما الحكم رفع اللوحه ان هو هيتبدل هو استغرب ومش عارف ايه، وهو طالع قاعد يبرطم وطلع ما سلمش على المدرب ودخل اوضه اللبس وهو كل ده بيبرطم وبيتكلم، فهو ده غلط. يعني معترض، يعني نجمه خارج فمعترض. اصل انا اللقطه اللي انا ما عجبتنيش، هو بيحاول يحفز نفسه الشوط الاولاني، ففي كوره جايه له خبطها في لامين يامال عشان يجيب بيها اوت. انا اللقطه دي بالنسبه لي قله احترام 100%. لا انا تقريبا شرطات نزلت لا انت هو فينيسيوس فاقد الثقه من اول السنه، ده تمام ما عنديش مشكله. بس ان انت تعمل حاجه زي كده عشان وتروح للجمهور تهيص والقصه دي، لا ما تبقاش ماشي. الكره دي كانت في الملعب، كانت لعبه شغاله، هي كانت في الملعب حاجه ولا عوره حاجه، وشاط الكره فيه طلعت بره. هي شاطها، لا هي قله احترام. لا هي مش عادي، هي قله احترام. لا انا مش شايفها مش قله احترام. هترجعنا بقى رمضان صبحي لا والكلام ده. لا ما ده دي قله احترام. وبعدين شايف عيل صغير بثلاثه تعريفه عمال يقول لك بنسرق ومش بنسرق ومش يعني هي دي برضو، يعني دي من ضمن النقط. والخروج هي اللي ما عجبنيش في فينيسيوس، بس هو طبعا الشوط الاول كان عامله حلو جدا. اللي كنت عايز اتكلم على ميليتاو من اول السنه والناس واخداه غسيل ومكوى، غسيل ومكوى حرفيا. الماتش ده كان نجم ميليتاو وعلى شمال كاريراس. انا عرفت بقى الماتش ده ان كاريراس، يعني من الماتش ده عرفت ان هو ليه اللعيب الوحيد اللي لعب ال8 ماتشات الاولانيين بتوع تشافي الونسو في الدوري، اللعيب الوحيد الثابت. مع اني كنت بقلق منه الصراحه، بس عمل ماتش حلو، عمل ماتش حلو جدا جدا. بس حاسسكم بتحكموا على اللعيبه بدري قوي برضه شويه. لا لسه يعني لسه الغيابات اكيد كانت مؤثره في برشلونه. انا ما شفتش الغيابات كانت مؤثره. رافينيا 100% طبعا. رافينيا وليفاندوفسكي. لا ما كانوا بيلعبوا في فران توريس. ماشي ليفاندوفسكي عارفين ان هو يا عم هو ليفاندوفسكي برضه السنه دي مش قوي يعني، فعادي يعني مش الغياب الواو. لا بس مهاجم على الاقل تحركاته حلوه جوه المنطقه. ليفاندوفسكي مش طالب منه الواو. خلي بالك برشلونه يعني رافينيا مؤثر 100%، بس برضه انت في راشفورد عامل سيزون كويس مش وحش، وليفاندوفسكي. انما ممكن اولموس، انا شايف اولمو مثلا مؤثر اكتر بالنسبه لي من ليفاندوفسكي مثلا، برايي انا يعني. لا ما اظنش يعني. القوه الضربه كلها كانت رافينيا السنه اللي فاتت. ليفاندوفسكي على فكره ميزته هو كبر في السن، هو ميزته بس في التحركات. فانت برضو يعني اللي بيميز المهاجم بس مش خلي بالك فران توريس تحركاته فشيخه. طبعا. بس لا السنه دي اخر سيزونين تحركاته حلوه جدا. الحاجه الثانيه اللي هشكر فيها شابي الونسو على اللي هو عمل، ان هو كان مذاكر فشخ برشلونه لدرجه ان هو اعتمد على الاثنين اللي عنده فينيسيوس ومبابي. بص على الجون الاولاني بتاع بيلينجهام لما لف وشه مش لسه مش الجون بتاع برشلونه. اول ما لف امبابي على طول يعني هو لسه ما شافش امبابي راح فين، هو بس لف يعني وشه مش للجون، وشه لسه لنص الملعب، وشه كده والجون اهو. هو اول ما بيلينجهام لف كده امبابي قطع، بيلينجهام لف ولعبها له على طول. فهي دي محفوظه، ده حقيقي، هي كوره محفوظه، ده حقيقي. هيستلم في نص الملعب اثنين هيجروا يا فينيسيوس يا امبابي، فدي محفوظه، دي جمله محفوظه. ليه هي بانت قوي كمان على فكره، مش عارف هي صح ولا لا، بس في الجون الاول بتاع امبابي اللي اتلغى يعني، ده انا كنت لسه بفتح على الماتش اصلا وعرفت ان في ضربه جزاء اتلغت. فينش خيالي على فكره. طبعا فينش خيالي الكوره على في الماتش اللي هو ما اتحسبش ده. فينش خيالي طبعا. شبه شويه، مش عارف تفكروا ولا لا، كريستيانو رونالدو في اتلتيكو مدريد 2017 لما برضه اتردت من المدافع راح فجاه لطش على طول. لا امبابي جامد جدا بس يا رب نكمل يعني، يا رب ريال مدريد يكمل في نفس يعني انا شايف الماتش دي دفعه كبيره جدا،
تكسب برشلونه تروح كسب ليفربول، وده هنتكلم عليه يعني. بس كده هنتكلم على ماتش ليفربول ريال مدريد. انا معاك برضو ان هو كان خساره الماتش ده يخلص 2 بصراحه. متضايق جدا كانت الصراحه. خساره الماتش. انت لازم مستريح قوي. لو عديت الفرص الحقيقيه ما تضحكش مش بضحك لو عديت لا انت عارف سبب ضحك ايه؟ انا مش تريقه يعني. انا عارف ان انتوا ممكن كنتوا تكسبوا 2 و3 و4، بس لو السكور كان طلع بطريقه مختلفه، يعني كانت برشلونه هي اللي طالعه كسبانه، كان هيبقى في اختلاف في المود عندكم قوي. ايوه بس بالاداء. طب ما طبيعي انا كسبان بس انا كسبان باداء برضه. ايوه بس انت برضه على اللي حصل السنه اللي فاتت بلسه مدرب جديد، انت برضه ما كنتش نازل متوقع ان انت تكسب سكور بعيد عن توقعك اللي انت توقعته. الطبيعي ان انت مش هتنزل تكسب 5-6. لا بعد اذن انا ما حدش كان توقعات بس يا عم استنى انت استنى انت بس توقعت صح 2-1 بالظبط. بس هو الماتش يخلص سكور معلش. الشوط الاول احداث الماتش يخلص سكور مش الشوط الاول ده وبالاداء مش سكور يعني عشان استحوذ ولا كده. لا هو الاستحواذ اصلا كان 30% 70 والشوط الثاني 22 مش عارف 8. لا انا بقول لك انت تطلع سكور في الماتش ده في ايوه طبعا مستريح. بس انت بعيد عن انك كنت متوقع خلاص انت كسبت تقول الحمد لله ان انت ماشي كويس. ايوه الحمد لله. بس ما حصلش حاجه غير كده. ايوه طبعا طبعا. بس انا قصدي ان كان في احسن من كده مراحل. كان في الماتش ده خلص 4-5 مستريح قوي. ضربه الجزاء ضاعت، انفرادين ضاعوا ومش عارف ايه. لا في كور كتير ضاعت، بس هي الثلاث نقط خدتها في الاخر. بس ده انا شايف ان شاء الله يعني ريال مدريد بدايه حلوه لشابي الونسو. بالظبط تبدا ده كويس. ايه بقى اللي حصل في الدوري الانجليزي؟ هنا بقى انت زعلان، هناك في تخبطات. ايه اللي حصل؟ خليني اقول لك على اللي حصل. مبدئيا الجوله دي في الدوري الانجليزي ما حصلش فيها حاجات كتير. خلينا نبتدي في ارسنال الاول. 1-0 اللي معتادين عليها كل ماتش هو الكره الثابته. مين اللي قال لك 1-0 بالله عليك؟ ايه مين اللي قال 1-0؟ انت اللي قلت 1-0. انت قلت كام؟ اخويا حبيبي. قلنا له ساعتها ارسنال ما بتدخلش فيها اجوان. 1-0 معروفه، حتى لو هتخسر 1-0 يعني هي معروفه. بيقول لك قلنا له ارسنال ما تدخلش فيها اجوان، متوقع 1-0 لكريستال بالاس اصلا. ايوه ما هو جون في الماتش. متوقع 3-1 برشلونه. لا عجبني قوي بالثقه. احنا قلنا له ان ارسنال ما تدخلش فيها اجوان. توقع لا بس غلط. متوقع برشلونه غلط يا عم. هنعوض في التوقعات التانية. بس لا هي ارسنال هتكسب واحد، لو هتخسر واحد برضه يعني. كده الفرص اللي جت عليها قليله والفرص اللي هي صنعتها برضه. الماتش صعب كده الصراحه. بالظبط الماتش كان مقفل قوي. المميز فيه هو الجون بتاع ايزي. حط جون حلو قوي في الفرقه بتاعته. عمل الحركه بتاعت محمد رمضان دي في مافيا، اغنيه مافيا. عمل مقصيه لقدام. نفس الجون ده هو جابه وهو في كريستال بالاس، جابه في ارسنال بنفس الطريقه. بس مش تفتكره يعني. مش فاكره. لا كوره كانت كورنر او ملعوبه من العرض، شاطها برده بنفس الطريقه، خبطت في العارضه ودخلت بنفس الطريقه بالظبط. المهم هم كسبوا 1-0 كالمعتاد بتاع ارسنال. هي الواحد المتينه. بس المفاجات بقى جت من الناس اللي المفروض بتلحقوا في الدوري. سيتي طبعا. 3 مفاجات. اول مفاجاه اللي هي اقلهم تفاجؤا بالنسبه لي يعني، اللي هي ليفربول 3-2 قدام برينتفورد. ليه اقلهم؟ لان ليفربول اصلا مستواها متذبذب، واتكلمنا على كده في الحلقه اللي فاتت واللي قبلها مع ارن سلوت. المستوى واقع لحد دلوقتي. بس الحاجه اللي فاجئتني في الماتش مش مستواها ولا ان برينتفورد تعمل نتيجه ايجابيه على ليفربول. لا اللي فاجئني ان برينتفورد كانت بتلعب مع ليفربول الماتش كامل رايح جاي. دي حاجه غريبه يعني. تحس ان الهيبه والثقه اللي كانت ليفربول داخله بيها اول الدوري وانا اللي كسبان الدوري اللي فات، الهيبه دي اتكسرت بالاربع ماتشات اللي خسروهم قبل الماتش بتاع الابطال. فالهيبه دي ما بقتش موجوده يعني. نيجي نبص على برينتفورد، هم شايطين 17 كوره منهم 7 اون تارجت ولا 8 اون تارجت، اكتر من ليفربول في كل الاحصائيات. والماتش رايح جاي. الحاجه الوحيده المميزه فيها اللي خدتها من برينتفورد ليفربول الاستحواذ اللي هو 60-40 اللي هو ده الطبيعي يعني. ففكره ان الفرقه نازله خايفه من ليفربول ما بقتش موجوده. ده اللي كنت انا متفاجئ فيه في الماتش ده. لكن كسكور او انها تعطل ليفربول ده كان وارد جدا. المفاجاه الثانيه حصلت كانت فرقه تشيلسي. اتكلمنا عليها برضو الحلقه اللي فاتت. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عليها برضو. مارك مسكها حللها كامله، وكان عندهم مشكله رئيسيه باينه قوي اللي هي الاجوان، ان هم عايزين يفنشوها. بيلعبوا حلو، بيوصلوا بطريقه حلوه، بس المهاجمين برضو عندهم جو بيدرو مش مهاجم صريح، هو بيلعب تحت المهاجم اكتر من انه مهاجم. دي كانت المفاجاه الثانيه بالنسبه لي. خسروا برضو 2-1 على ارضهم. ثالث مفاجاه بقى كان بطلها ماتي كاش اللي حط جون حلو قوي اول فرقته استون فيلا. كسبها 1-0 على السيتي. الماتش ما كانش فيه كور كتير يعني. الماتش كان مقفل من ناحيتين. هو الجون اللي دخل بتاع ماتي كاش ده جون حلو. وحلو ليه؟ لان المدرب بتاع الكور الثابته بتاع ماتي كاش، انا واحد ابتليت ان انا جبت مدافعين 2 من استون فيلا بدايه السيزون، فكنت بتفرج على ماتشاتهم. المدرب بتاع الكور الثابته عظيم جدا 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 في حوار الكورنرات. كل كورنر بيتلعب بطريقه مختلفه على الثاني. صح.
بس فهو كسبوا 1-0 حاولوا يرجعوا حطوا جون هالاند حط جون بس اتحسب اوفسايد كان اسيست مرموش ولدنا رجع تاني من الاصابه بدا يلعب فتقريبا ما حصلش اي حاجه جديده بس مصلحه الارسنال ايه؟ هو انت الأرسنال كله يا سبب. باشا وقع ودي ارسنال خلاص. على الله بس ياخدوا حاجه السنه دي بقى يعني لازم لازم. دلوقتي هي 22 الصراحه نقطه لو ما خدوش دوري السنه دي مستحيل. لا غالباً الفرق هياخدوه. بيوصل، الفرق لسه هيوسع تاني. ما انا عارف بس ايوه 22 نقطه واللي بعدها على طول 18 لا، نقطه لازم. واللي هي بورنموث اصلا بالظبط. انت عندك المربع الذهبي مين؟ انت ارسنال، ساندرلاند، ساندرلاند، توتنهام، بورموث النكسا بورموث الثاني تقريبا. ثلاث فرق كده كده. ساندرلاند الرابع، بورنموث الثاني. ساندرلاند ساندرلاند الصراحه الحصان الاسود السنه دي خلاص وبورنموث الرابع اه وتوتنهام الفرقه المعفنه دي ثالث. الفرقه ليه؟ انت معفنه الفرقه ليه؟ نكسه، فرقه نكسه بجد، دي مركز ثالث. ما اعرفش ازاي في هطل في الجدول يعني، بس ان توتنهام توصل للمرحله دي ده هبل بصراحه. ليفربول اللي هنتكلم عليه دلوقتي في ريال مدريد السابع. ما دي كارثه. بس ليفربول بالنسبه لي داخل على وضعيه حلوه، يا حلوه يا هتموته. يعني هو عنده 3 ماتشات جايين يا اما هيترجعوا تاني وترجع هيبته يا اما هتموته بجد. طب انت شايف ال3 ماتشات الجايين ولا ماتش ريال مدريد يلعب عليه؟ 3 استون فيلا ريال مدريد سيتي 3 ورا بعض دول يا يرجعوك تاني يهبطوك تاني يا يموتوك خلاص. ينزل تحت الشامبيون شيب. انت هتلاعب ريال مدريد وسيتي عايز يعني ليفربول تفوق عليهم؟ لا طبعا. ما هي دي نقطه، انت لو كسبت هترجع يا بس ان شاء الله ادفع السيتي ما تدفعش عليا، انا مالي انا. لا انت مش حد بيفوق على ريال مدريد لا، بس قصدي يعني ان ليفربول اوسخ بكتير من الاول يعني. اللي هي جايه لها اصعب من اللي راح قصدي. ما انا عارف اللي جاي لها اصعب عشان كده انا شايفها فرصه. ما انت لما بتكسب لو كسبت 3 ماتشات دول في الانفيلد ولا في سانتياغو؟ ريال مدريد غالبا انفيلد. غالبا انفيلد. هو الماتش اللي فات كانوا مسافرين تقريبا لا تقريبا عندكم في سانتياغو. طب انتوا متوقعين ايه ليفربول وريال مدريد؟ بص هل الطبيعي ان كيكا ليفربول مستواها دلوقتي تعبان فخلاص، ولا انتوا متوقعين ايه؟ لا هو طبعا كده كده ريال مدريد. انت ما تقعدش تفكر وتقول عكس هي ريال مدريد، بس فكر لا مش متوقع الماتش، انا هتوقع كام. لا سنة عشان ده انا هجيله في باريس وبايرن بس خلص ليفر ومدريد. لا مش قصدي توقع النتيجه دلوقتي على قد ما انت متوقع سير الماتش اللي يحصل ممكن اللي يغيره. هو لا ريال مدريد داخله بماتش برشلونه ده علاهم جدا 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 يعني. لا وليفربول مش في احسن حالاتها، لا ماتش رايح لريال مدريد بنسبه 90%. لو حصل عكس كده تبقى هي دي الغريبه، ان ريال مدريد اللي تفوق، ان ليفربول هي اللي تفوق على ريال مدريد. طب عايز اسالك سؤال مهم، شايف ان تشابي الونسو يعاقب فينيسيوس ولا يلعب بيه؟ انا بالنسبه لي يتعاقب، بس هي انا يتعاقب طبعا. لا انا يلعب بس هو بره النجوم مش كده يعني. صلاح لما يعمل القصه دي ما تعاقبش. صلاح لما عمل القصه دي مع يورجن كلوب هو لعب الماتش اللي بعديه تقريبا، فاهم؟ ما تعاقب. فهم بره بيعاملوا عقليه النجم ان هو ضغط جدا وهو خارج، فانا هديله العذر ده سنه، فانا هلعبه الماتش الجاي. فاهم. لكن مش عندهم قصه زي عندنا مش عارف ايه. مش كل الناس طب الدوري الايطالي الحركه دي لو اتعملت مع كونتي مش هيلعبوا. لا ماشي مدربين برضه بتختلف مدرب بس انت متوقع زي ماركو؟ هو بيختلف نجم النجم، خلي بالك مش مدرب بس نجم النجم. بص انا عارف ان ليفربول هترجع السيزون ده او هترجع في الاخر هتنافس برضه في بطولات، بس شايف ان الماتش الجاي كده محسومه لمدريد. اكيد اي ماتش كبير بتبقى فيه نسب، لا النسبه الاكبر لمدريد، بس هي مش محسوبه كده لان انا برضه مصر ان السكواد بتاع ليفربول حلو، بس هي الطريقه اللي بيلعب بيها اللي بيلعب بيها ارن سلوت هي الطريقه دي السكواد جامد جدا. وبرضه مصر عليها يعني. خد بالك فرانكفورت اول ما جه لعب وكان غير الطريقه، لعب 4-4-2 تمام، وكان مريح صلاح والناس قال لك ما تجرب الطريقه دي ونزل صلاح على اليمين. رجع تاني ان هو مصر يلعب بفيرتس، فرجع للطريقه بتاعته 4-2-3-1 فيرتس تحت المهاجم. فالطريقه دي مش جايبه معاك نتيجه، لا جايبه اداء ولا جايبه ولا مظبطه لك الدفاع مثلا ورا نقول اوكي. فمش عارف الصراحه يعني. الماتش هو صعب بس هو مايل ناحيه ريال مدريد اكتر، بس دي فرصه لليفربول. ادي نتيجه يا باشا. طب يلا توقع ماتش رجع انت سخنان كده، ادي نتيجه. ليفربول قول 0-0 مش عارف، لا 1-1 ونتائج 2-2 ايه هو ايه اللي انا مش عارف 2-2 دي يا عم. انت رايح في التوقعات في ايه 2-2 دي؟ انت متوقع ايه يا عم؟ انا بتوقع من غير عاطفه يعني 3-1 ما شجعش ريال مدريد. ما انت اكيد هتقول ريال مدريد هتكسب. مش اكيد عشان هو ده الواقع. ايه اللي اكيد؟ ماشي بس 3-1 يعني الفرقه لازم ترجع برضه. انا متوقع 3-1 مدريد. انت متوقع حلو ده. توقع ايه اسرقوا بقى عشان ليه يبقى دول اللي ينزلوا لكم انتوا الاثنين. ممكن اقول 2-0 ريال مدريد مثلا. 2-0 ريال مدريد 2-0. طيب حلو. نيجي بقى ليفربول هجومه بيسجل. ايه هجومه بيسجل يعني حتى هجومه بيسجل. ما انا عشان كده مش عشان لا انا مش عشان ليفربول هجومه بيسجل، عشان مدريد برضو دفاعه لسه
فعشان أيوة، كده بس الماتش اللي فات ده عمل ماتش عالمي ممكن يبني عليه قصدي. بص انا توقعاتي لحد دلوقتي كلها مجليه، بس انا حاسس ليفربول هتسجل كده 2-2 يعني ماشي. هتسجل، بس انت قلت هتتعادل في الاخر 2-2 يعني. ممكن، ما انا بقول لك هي الفرصه قدامها في الثلاث ماتشات الجايه، لازم ترجع باداء حلو وبنتائج حلوه عشان ترجع هيبتها تاني، يا اما هتروح في 60 داهيه خلاص السيزون انتهى. باشا انا هقول لك هياخدوا 2 صايمه. 2 صايمه خلاص. لا ينزلوا مركزين اللعيبه شويه يا عم الله عملوا على ايه؟ فكره سكور بالنسبه لهم مش حلو. هو منتصف الجدول في الدوري الانجليزي. طيب انا هسألك سؤال يا مارك بقى. ايه الماتش اللي بعده بقى باريس وفرقه كده في الدوري الالماني اسمها بايرن ميونخ. ماتش ضرب نار. اختبار حقيقي بالنسبه لهم. اول اختبار اصلا، اول ماتش يلعبوه السنه دي تقريبا يعني، اول ماتش مهم يلعبوه. بس مش اول اختبار لباريس. باريس لعبت برشلونه وكسبتها وفي ارضها. ده حقيقي. انت ليه مكبرين برشلونه وسايبين تشيلسي؟ ما احنا لعبنا تشيلسي حتى لو مش اختبار ب 100%. لسه واكل على ساندرلاند يا حبيبي، انت بتقول ايه؟ انت ايه يعني ايه المشكله يا جدعان؟ بس اختبار اللي هو بس مش لا انا اصلا يعني انا باريس وبرشلونه مش زي بايرن وتشيلسي. ده ماتش يعتبر اختبار، هو ده مش اختبار. لا هو اختبار الصراحه. اختبار بس مش برشلونه يا جدعان. زي انديتي في الدوري الالماني يعني. مش زي ايوه مش زي الدوري، مفيش حاجه زي الدوري الالماني كده. تشيلسي برشلونه مفيش حاجه زي الدوري الالماني يعني. بس لسه فعلا كومباني ده هيبقى فعلا اول ماتش ليه، اول اختبار. طب رايك ايه يا مارك في الماتش؟ قول لي كده، حاسس الماتش هيمشي ازاي؟ والله بالتوقع يعني، عايزك تقول لي حاسس الماتش هيمشي ازاي والتوقع كام. هو ماتش في ملعب باريس صح؟ في القمر. الماتش هيبقى رخم جدا جدا جدا. الفرقتين تقال قوي. الفرقتين يعني اقوى هجوم وتاني اقوى هجوم، فرق جون واحد. مشكله الماتشين في نفس الماتش في نفس الوقت مدريد طبعا الناس بتتفرج على مدريد وليفر بس يعني ايش. لا ممكن حبيبي يتفرج على بايرن. هو 10 حبيبي و3 تانيين ولا حاجه. لا الحاره بتاعتنا فاهم، عندي اصحابي كده بيجي يشجعوني فاهم، وبيشجعوا فرقه ثانيه بس هو بيجي يتفرج على بايرن. كمل قطعتك قول لي. لا كنت بتكلم الماتش يعني صعب تتوقع لان هما الاثنين هجوميا جامدين فشخ يعني، ده اعلى هجوم وده تاني اعلى هجوم زي ما قلت لك، والاثنين دفاعيا جامدين برضه. فلا ماتش رخم جدا، ما اقدرش اتوقعه، بس هيبقى اول اختبار لكومباني. لكن طبعا لو هرجح كفه عن كفه هتبقى كفه باريس عن بايرن 60 40 45 55 كده يعني. توقع كام؟ ده صعب قوي. ده كام؟ ده صعب قوي. ممكن ده صعب قوي. ده صعب قوي. صعب قوي يعني. عيدها لك تاني. صعب 2-1 مثلا لباريس. 2-1 لباريس. قول لي بقى بيبو، ايه انت حاسس ايه في الماتش؟ بص بالنسبه لي الماتش ده اول امتحان فعلا لكومباني، بس لا يعني هو بناء على التشكيل اللي احنا هنلعب بيه برضه. يعني احنا عندك لحد دلوقتي كومباني مرسيش على الاسامي، رسي على الاسامي بس رسيش على التشكيل اللي بيبدا بيه الاساسي. يعني هو ما بين ال 4-4-2 ودايما بيلعب مثلا نيكولاس جاكسون جنب هاري كين، يا اما بيلعب 4-2-3-1 ويبقى موسيالا تحت المهاجم، بس موسيالا مصاب مش هيلحق الماتش ده. فغالبا اللي هيلعب يا اما جنابري يا اما اللعيب جديد اوليسي هيلعب تحت المهاجم. ففي لعيب جديد صغير عندنا اسمه 17 سنه اسمه كارل، اللعيب ده مستقبل جامد قوي قوي قوي، بيشبهه ميسي وحاجه كده، لعيب جامد قوي. فهو على حسب التشكيل، هو الماتش ده كفته مايله للبي اس جي بحاجات بسيطه للارض مش اكتر. يعني لو هنحسبها 55 45 لبي اس جي عشان الارض، اللي واثق فيه من بايرن كده هيسجل. الامتحان بقى الحقيقي بالنسبه لي الدفاع. لو انا عرفت ادافع قدام بي اس جي ما يدخلش فيها كميه اجوان زي اللي انا هسجلها هكسب الماتش ده. ولو خسرت هخسر فرض اجوان برضه، يا اما هتمشي تعادل في الاخر. بس اللي انا واثق فيه ان هجومي هيسجل، يعني هجوم فارس السنه دي هسجل 100%. ده الحاجه اللي انا واثق فيها. طب ايه التشكيل؟ ايه احسن تشكيل ممكن بايرن يبدا بيه؟ اللي هو ال 4-2-3-1. هنلعب لايمر على اليمين لانه ساشا بوي مأدي برضو اداء حلو، عشان جويريرو على الشمال كان مصاب او راجع من الاصابه، بس على بال ما يجي الماتش ده يكون جويريرو لعب كذا ماتش. فهو غالبا لايمر يمين، جويريرو على الشمال، اوباميكانو جنبه تاه، نوير ورا، قدامهم الاثنين جوريتسكا وكيميتش. على اليمين هيلعب اوليسيه، وجنابري تحت المهاجم، وشمال لويس دياز، وقدام هاري كين. توقع ايه بقى كام؟ سكور يعني احنا بص ممكن نسجل بي اس جي جونين، فاثنين مبدئيا لينا. انت تسجل بي اس جي جونين؟ ماشي. وهم يسجلوا كام؟ ما اعرفش بقى، يعني هو يا اما 2-1 لينا يا اما 2-2. انا بص يا 2-1 لبايرن يا 2-2. اوكي. بس غالبا هقول ان البايرن هيحافظ على سلسله انتصارات فهتبقى 2-1. انا الصراحه متوقع الماتش ده فيه جوال كتير، مش عارف ليه. ماتش حلو جدا. حاسس ان الماتش صعب، ماتش هيبقى حلو، ماتش هيبقى ممتع جدا، حاسس فيه جوال كتير. ايوه.
حاسس ان بايرن هتكسب الصراحه، مش عارف ليه عندي يا احساس. سلام. انا حاسس بشوف مع اني ما بحبش الفرقه دي، بس ادينا واحده حاسس إنها سكور هتكسب. كده. ادينا اتوقع واحده، انا بصراحه أتوقع بتفائل كده. بيك. ادينا واحده سكور كده 5-6. متوقع 3-2 بايرن ميونخ، مش عارف ليه يعني. والله 3-2 حلو. بايرن. والله العظيم حلو. سلم عليك. حلو والله متوقع تتفق معاه على حاجه. يعني ما انا ده توقعي، ما اعرفش. خلاص بقى احنا لازم نتخانق كل بس حلقه ولا ايه؟ متوقع كده يعني. ماشي. بس حاسس الماتش هيبقى حلو. انا ده 100%. حاسس الماتش هيبقى ده الصراحه 100%. انا اصلا عايز ممتع. اتفرج عليه بدل ماتش ريال مدريد وليفر، بس خساره يعني. لا انا مستحيل. مستخسر. بس لا لازم اتفرج عليه بصراحه. ماتش ممتع، لا ماتش ممتع بكل الطرق يعني. بس جوله حلوه يعني. ده حقيقي. جوله فيها ماتشين حلوين بصراحه. طيب يا جماعه انا عندي ايه ليكم لعبه صغيره كده. تمام، مجهز لكم كده كذا لاعب هساله لكم. ماشي. اللعيب ده انا عندي هو 3 اوبشنز بس. لعيب كويس، لعيب عظيم، لعيب اسطوره. ماشي. يعني انت هتقول اسم اللاعب انا بس اللاعب وتقول لي عظيم، رايك أسطورة. فيه ايه. الثانيه الاول ايه؟ متوسط؟ كويس عظيم اسطوره. كويس ده اللي هو العادي يعني. كويس. لا يعني ما هو كويس عظيم اسطوره، مفيش كاتيجوري اقل من كده. عظيم انت اسطوره. مش جايب لعيب وحش يعني. تمام يعني. لا انا اسمع اللعيبه يعني. لا مش جابرني على مش جايب لعيبه وحشه طبعا. ماشي. بس انت عارف ان في لعيبه انت بتبقى شايفها مثلا زي مثلا نجم ومش نجم والقصه أيوة. دي، فانت عايز تشوف كده ايه ماشي. كام لعيب يعني. ماشي يلا. طيب سيرجيو راموس. انا هقول برضو في الاخر سيرجيو راموس. كويس عظيم اسطوره. لا بسرعه. عظيم اسطوره طبعا. اسطوره طبعا. جون تيري. انت ما قلتش طيب. انا قلت اسطوره طبعا. اسطوره طبعا. انا فاكرك بتقول كلام. اسطوره طبعا. ماشي. جون تيري. عظيم 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 عظيم. عظيم. توني كروس. عظيم اسطوره. اسطوره. نيمار. كويس. لا مش الدرجه دي يعني. كويس. زي شيكو بنزل. نيمار عظيم. عظيم. ليفاندوفسكي. عظيم. اسطوره. اسطوره بينجل. عظيم طبعا. هو ايه الاسطوره ده؟ الحاجه الوحيده اللي اختلف فيها معايا فاهم. على فكره متفقين في كل حاجه هي جاي اختلف فيها فاهم. الاسطوره ده. لا وبيضحك وبيسف. لا عظيم لسه مش هيقدر يوصل ما لمرحله تغشيش الاسطوره. الاجابه، ما انا قايل اسطوره. روني. اسطوره. اسطوره. عظيم. اخر لعيب يايا توريه. بحبه جدا. بحبه جدا. عظيم. لا مستحيل. ماشي. لازم يبقى اسطوره. خليك في حالك. اسطوره. لا بجد والله واخد واحد احسن لاعب في افريقيا 4 مرات. صلاح ما عملهاش. هي افريقيا فيها حد صلاح أصلاً. بالنسبه لك عظيم ولا اسطوره؟ صلاح؟ اه ما يقارنش باي حد. طب ماشي يبقى اسطوره صح؟ صلاح اسطوره طبعا. طب انا الاثنين صلاح وتوريه الاثنين اساطير. هو واخد افريقيا احسن لعيب في افريقيا اكتر من الاتنين صلاح تقريبا أساطير. صح؟ لحد تقريبا اكتر من صلاح. يا اكتر لاعب احسن لاعب في افريقيا صح؟ افريقيا ما فيهاش حد. ده بالعكس، ده في سنته كان فيها دروجبا ويا توريه بس ما علينا. انت قلت عظيم. عمل ايه ارقام عمل ارقام في الدوري ايه؟ الدوري الانجليزي زي صلاح؟ ما يقارنش بصراحه. خط نص مدافع. ايوه ما يقارنش هيعمل بصراحه أرقام. يعني. مش هيعمل ارقام انتوا اصلا. كبرتوا الموضوع اللي انا بسالكم عادي يا توريه. انت شايفه ايه؟ وانا كل مره بختلف. انت بتقلد ما بتغيرش رايه خالص فاهم. لا انا شايفه اسطوره. ماشي. دي يا جماعه كانت قعدتنا النهارده، يا رب تكون القعده عجبتكم ونشوفكم في قعدات كتير جايه. سلام.